لو بتعاني من مشكلة التعب في نص التمرين أو مش بتقدر تكمل التمرين لحد آخره وعايز طاقة ما بتخلصش وتمرينة جبارة، يبقى الفيديو ده ليك. أولا لازم تفهم إن 3 حاجات هما اللي بيتحكموا في شدة التمرين بتاعك وقوته. الأولى هي الأكل والنوم طول اليوم، ودي أنت عارف هتظبطها إزاي يا معلم. ولو عايز أكل جامد يبقى خش على الفيديو اللي هيظهر لك في الأي فوق ده واتفرج عليه وهتتعيدي. أما بقى الخطوتين التانيين، فالأولى هي الوجبة اللي بتبقى قبل التمرين بساعة أو ساعتين، والتانية هي الوجبة اللي بتبقى قبل التمرين بنص ساعة أو فتعالى بقى اديك افضل حاجتين ممكن تاكلهم قبل التمرين بساعه او ساعتين عشان يدوك افضل اداء. الاولى وهي البطاطا، سواء مشويه او مسلوقه او نيه، وما تستغربش يا معلم، ايوه في ناس بتاكلها نيه. اما التانيه بقى فهي الاشهر والافضل وهي الشوفان، وده افضل حاجه ممكن تاكلها قبل التمرين. وتعالى بقى اديك الوصفه المثاليه عشان تاكل بيها الشوفان قبل التمرين، مش تاخد منك دقيقه. وتابع معايا الوصفه يا معلم. هتبدا بان انت تجيب كميه الشوفان على حسب سعراتك، دول كانوا 75 جرام، وتنزل عليهم بلبن كامل الدسم، وده الافضل، افضل من الخالي وافضل من نص الدسم. تنزل عليهم ب 150 مللي او 200 مللي على حسب انت بتحبه ازاي. بعدين تنزل عليهم بقى بالمكون السري، وهو شويه سكر دايت او شويه عسل او الاتنين زي ما انا حطيت كده في الفيديو يا معلم، وده كان 10 جرام عسل. وبعدين هتحط بقى يا معلم رشه من الكاكاو ورشه من البن زي ما انت شايف كده، وما تقلقش مش هيأثروا على الطعم، بل بالعكس هيدولك طعم جامد قوي يا معلم. وبعدين بقى هتسيبه من 5 ساعات ل 24 ساعه عشان يبقى حلو معاك يا معلم، وبس كده ده هيبقى شكل الوجبه. اما بقى الوجبه اللي قبل التمرين بنص ساعه او ربع ساعه، فافضل حاجه ليها طبعا كلنا زي ما احنا عارفين القهوه والموز، ودول ليهم فوائد كتيره جدا. فالقهوه ليها فوائد كتيره جدا، هكتبها لك على الشاشه وفي اول تعليق عشان ما اطولش عليك. والموز كذلك يا معلم هتلاقي الفوائد بتاعته. اما في 3 حاجات بقى يا معلم وهي اسرار هتخلي تمرينتك اسطوريه. الاولى هي ان انت تاخد ملح قبل التمرين، تاخد جرام ملح تدوبه في شويه ميه يا معلم، وده هيحسن معاك البامب جامد قوي. الثانيه وهي الناس اللي بتلعب الكارديو قبل التمرين، لا يا معلم الكارديو لو قبل التمرين لازم تفصل بينهم ب3 ساعات على الاقل. وافضل حاجه هي الكارديو، الفاست كارديو على الريق او الكارديو بعد التمرين. وثالث حاجه بقى والاهم ان انت لازم تسترجل في التمرين وتكون مركز فيه عشان تطلع منه باحسن فايده يا معلم. وبس كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واحب اشكرك على ال100 مشترك، وده اول فيديو بعد ال100 مشترك، وان شاء الله عقبال ال1000 وال10000 وال100000 والمليون، واحنا بنفيد الناس وبنستفيد منهم. وكل سنه وانت طيب، واتمنى ما اطولش عليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.